يا مساء الفل. النهارده عايز اعيد على الام بشكل مختلف شويه. بصراحه عايز اعيد على الام اللي توفت، ونقول لها كل سنه وانت طيبه وانت في مكان احسن. وكمان عايز اعيد على الام برضو بشكل مختلف، الام اللي توفت بس سابت وراها راجل قدر يعيش دور الاب ويعيش دور الام، وما يسمحش بوجود واحدة تانية في البيت لولاده. ولو انه ده مش غلط، عشان نكون واضحين ده مش غلط، بس اذا كانت الام اللي توفت دي معلمة في جوزها ومعلمة في قلب جوزها وفي بيتها وفي ولادها، ورغم عدم وجودها فهي موجودة فيه وموجودة من خلاله ان هو قادر يأدي دورها وما يحرمش ولاده من المشاعر اللي كانت هي بتديها لهم. هو اكيد مش هيعرف يغطي، بس كون انه يعرف يحتضن الاولاد ويحتضن الاسره بشكل كويس، ويقف يعمل اكل ويذاكر ويكنس ويمسح وينظف ويلم من ورا البيت ويغسل وينشر، فده معناه ان اللي توفت دي هي كانت ست عظيمه، وكانت ست شاطرة وقوية وصاحبة يعني أثر في جوزها وفي ولادها وفي بيتها. شكرا كمان لكل راجل حافظ على عدم وجود الست دي وعرف انه يكون الأب والأم. شكرا لكل أم مش موجودة في حياة ولادها وهي في مكان أحسن، ولكن ريحتها وأثرها وبصمتها ووجودها بروحها لسه موجود ولسه معلم. كل سنة وكل أم طيبة، سواء موجودة معانا أو مش موجودة معانا، فرقت الدنيا. ربنا يرحمها وهي في مكان أحسن، وكل سنة برضو وهي طيبة. وشكرا لكل راجل احترم عدم وجود مراته وقدر يعيش الدورين. كل سنة والكل طيب.